في احد الشباب الصغيرين جدا بيقول لك في سؤال له، بيقول لك انا عندي 23 سنه. 23 سنه وهو بيقولها كده بيكبر في نفسه. يقول لك تخيل انا عندي 23 سنه ولكني لم انجز في اخر 5 سنين شيئا اطلاقا. طبعا واحد عنده 23 سنه ده على فكره سنه صغير جدا. الانجازات كلها بتجني ثمارها، دي وجهه نظري يعني، خلال فلسفتي في الحياه. الانجازات كلها اللي انت بتجني ثمارها في حياتك ما بتجنيهاش الا في عمر ال40 سنه. تخيل، يعني مش 23 سنه تجني ثمار، لا انت بتجني ثمار تعبك وشقاك في مرحله شبابك من اول 15 لحد 35. يعني 20 سنه دول بتجني فيهم الثمار في سن ال40 سنه. طبعا بكلمش عن الخوارق، ان في بعض الناس بتجني الثمار من بدري. بعض الناس ونسبه قليله جدا منهم بيجنوا الثمار في مرحلة مبكرة جدا من عمرهم، ولكن أنا بتكلم على الأغلبية. أغلبية الشباب والناس بشكل عام بيجنوا ثمار تعبهم في حياة في سن ال40 سنة. فدي نقطة. الحاجة التانية، لو أنت حاسس إنك ما أنجزتش في سن 23 سنة تقدر تنجز. أنت دلوقتي في عالم، أنت يعني أنا عايز أقول لك حاجة، أنت سنك ده سنك والفاسيلتيز والحاجات المسهلات، الحاجات الكتيرة جدا اللي حواليك دي اللي هي مسهلة حياتك، انت بكده شخص محظوظ 100%. انت في زمن دلوقتي فيه انترنت وفي ذكاء اصطناعي وفي كورسات مجانية في كل المجالات، في كل المجالات بدون استثناء في كورسات مجانية. حتى مسألة احتكار المعلومة واحتكار العلم زي ايام زمان، كان ايام زمان من مثلا من القرن فات، كان مثلا البشوات بس، اولاد البشوات هم اللي اتعلموا في الجامعات. دلوقتي لا، بقى ابن الغفير ممكن يتعلم في كلية اعلى من ابن الوزير. دلوقتي الوضع اتغير، فبقى التعليم مش محتكر، بقى التعليم مؤمم. تأميم التعليم بقى مؤمم لكل الأمة، كل الأمة ممكن تتعلم أي حاجة. فدي نقطة. لو أنت في تعليم جامعي أو أنت عندك 23 سنة تعليم جامعي مثلا، استمر في الدراسة. الجامعة مهمة جدا، التعليم الجامعي مهم جدا. الشهادة سلاح. للأسف احنا في بلد سواء كان مصر أو دول عربية لا تعترف إلا بإيه؟ إلا بالورقة. الورقة هي الاعتراف الحقيقي للإنسان، هي اللي بتحدد إذا كنت أنت إنسان عالي ولا مش عالي. هي ورقة الشهادة، ورقة كرتون فيلين قيمتها أصلا ما تزيدش عن جنيه واحد أو 2 جنيه أو 5 جنيه. لكن الورقة دي تسوى آلاف وملايين الجنيهات لو أنت في مصر، أو آلاف وملايين دولارات لو أنت عايش في أي بلد. عشان كده أنت لو مش حاسس إن أنت نجحت في حياتك وأنت عندك لسه 23 سنة، لسه بدري قوي قدامك. ربنا يديك طول العمر، طبعا الاعمار كلها بيد الله. انت ممكن تتوفى دلوقتي، بس انت على الورقه والقلم انت لسه قدامك 40 45 سنه تعيشهم على الارض. لسه قدامك سنين طويله على اساس ان انت تتوفى في عمر 70 مثلا، يعني كحد اقصى للعمر يعني كمتوسط. ولكن لا، انت لسه قدامك كتير قوي. انت عندك 23 سنه، يعني انت لسه قدامك كتير جدا تقدر تنجز. يعني انت تقدر 23 سنه دي، سن 23 سنه انت تقدر تاخد لك شهادتين او شهاده، او تخش في مجال بعد 10 سنين تكون انت شخص خبير فيه. مش 10 سنين كمان، ممكن 5 سنين، ممكن اقل من 5 سنين. ممكن تصبح اكسبيرت او خبير في مجال معين بعد 5 سنين فقط. يبقى عندك 28 سنه تبقى خبير في مجال معين.